أنا كمناضلة ديال النهج الديمقراطي كنقاطع انتخابات 7 أكتوبر بحالي بحال الأغلبية الساحقة ديال النساء المغربيات، حيث بينات التجارب الانتخابية السابقة كلها بأنه راه ما يمكنش نهائيا برلمان ما كيمثلش المغاربة وما عندوش الصلاحيات المهمة باش يقدر يحقق لي مطالبي كامرة. كما كنعرفوا جميع النساء في بلادنا وبالخصوص التلميذات والطالبات والعاملات والفلاحات وربات البيوت كيعانيوا من الاستغلال والقهر بسبب سياسة المخزن اللي كيدوزها عبر المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، واللي جعلت المرأة مجرد أداة إنجاب وصوت انتخابي. وخا النساء كتاخذ أعلى الشهادات راه ما غيخليوهاش توصل لمراكز القرار. داكشي علاش كنطلب من كل النساء يقاطعوا الانتخابات، لأن القوانين اللي ناضلنا من أجل تغييرها باش تولي عندنا المساواة التامة ما زالت كمالية. ما زالت النساء كيتعرضوا للعنف بكل اشكاله والانواع ديالو، وعدد المعنفات ولات كتخلع، خاصه خادمات البيوت والامهات العازبات واللي بزاف منهم حرقوا راسهم بسبب الحقر. نقاطعوا لان المراه القرويه بعد ما كانت بالارض ديالها جات سياسه نزع الاراضي وجعلتها اما عامله زراعيه في الفيرمات ديال السماسريه باجور جد هزيله وشروط غير صحيه، أو خدامة في قطاعات غير مهكلة أو في أعمال حاطة والكرامة بالزمزز منها. ما زالت عندنا النساء في أكبر المدن المغربية كتولد في الشارع العام، وما زالت عندنا أكبر نسبة لوفيات النساء أثناء الولادة. فين هو حق النساء في السكن اللائق وحق السلاليات في الأرض اللي تحيدات لهم بلا موجب؟ فين هو حق الشغل المعطلات صاحبة الشواهد العليا بكل تخصصاتهم؟ فين هي النضالات اللي خدتها الحركة النسائية واللي باقية كتخوضها إلى جانب القوى الحية في البلاد من أجل تغيير القوانين، سواء قانون مناهضة العنف أو القانون الجنائي أو هيئة المناصفة وكل أشكال التمييز، واللي رجعوها في المغرب شعارات الاستهلاك الإعلامي وتكريس التمييز. المخزن كيهضر على حقوق المرأة وكيروج لعصر الحداثة، ولكن النساء كلهم في المغرب عارفين بأن ما كاين حتى شي حاجة. الشيء علاش كنطلب الشابات والطالبات والمعطلات وربات البيوت والموظفات والعاملات والمستخدمات باش يقاطعوا انتخابات ديال 7 أكتوبر، لأن السياسات المتبعة فاشلة وغتنتج الجهل والبطالة والتمييز وغادير بلادنا للهوية. داكشي علاش حنا في النهج الديمقراطي تنقولوا شنو هو البديل. كيخص النساء يدوا يدهم في يد الطبقه العامله وتشارك في النضال العام باش تحقق المكاسب ديالها وتحصنها وتبني نظام ديمقراطي كيضمن الكرامه والحريه والمساواه والعداله الاجتماعيه وحقوق الانسان للجميع. صوتي نحتج به وفي 7 أكتوبر ما نعطيه.